السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية إهداء الورد بألوانه، سواء كان أحمر أو وردي أو بنفسجي، فتابع معنا. ونبدأ برؤية إهداء الورد الوردي. إهداء الورد الوردي يشير في الأغلب إلى علاقة الحب والإعجاب المتواجدة بين الرائي ومن يقدم له الورد في المنام، وأن عليه أن يبدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو الزواج من هذا الشخص حتى يبارك لهم الله عز وجل في حياتهما. أما إهداء الورد الأبيض فيحمل للرائي بشرى سارة، فقد يتمكن قريبا من تحقيق أحلامه وطموحاته الخاصة بحياته العملية، أو قد يشير المنام إلى الزواج من فتاة جيدة سيحبها الرائي كثيرا، ولذا سيكونان معا في بيت سعيدا. إهداء الورد البنفسجي. إهداء الورد البنفسجي يرمز إلى أن الرائي سيأتيه خيرا كثيرا من حيث لا يحتسب، فالله سبحانه وتعالى سيرزقه من عنده بأيام جميلة وأخبار سارة، وذلك لأنه شخص جيد وذو أخلاق محمودة. إهداء الورد الأحمر فيدل على وجود الاحترام والحب بين الرائي وهذا الشخص، أو قد يشير المنام إلى دخول الرائي في العديد من التجارب الجديدة في الحياة، مما يستوجب منه الحذر والحكمة. أما من رأى الشخص أنه يهدي وردا أحمر لعدو له فذلك يدل على مكيدة من قبل هذا الشخص. إهداء الورد الأحمر للرائية يرمز إلى أن الشخص الذي يعطيها الورد يحمل لها مشاعر حب قوية، وأنه يحاول إسعادها، ولذا عليها أن تتجنب مضايقته هي الأخرى، أو قد يرمز هذا الورد إلى الزواج القريب. تفسير رؤية إهداء الورد الأصفر في المنام. حلم إهداء الورد الأصفر قد يدل بالنسبة للرائي على أنه سيتعرف قريبا على فتاة جميلة للغاية ذات أخلاق رفيعة، وأنه سيقع في حبها وسيتزوج منها بأمر الله تعالى. فإهداء الورد على شكل باقة للرائي دليل على أنه سوف يستمع في الوقت القريب لخبر سعيد وسار، سواء كان هذا الخبر متعلق بالحياة الشخصية أو بالعملية. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.